الحاجة اللي مش ممكن احطها على السوشيال ميديا، آه، في في بجد كنت يعني فاكرك هتقولي مثلا مفيش. لا لا، في يعني الحاجات بقى الخاصة بيا، بعلاقتي بربنا مثلا. اه يعني مثلا عملت عمرة كتير، عمري ما نزلت صورة عند ليه؟ الكعبة. عشان يا أخي سبحان الله العظيم، ليس هناك إنسان 100%، أكيد لازم يكون فيه نسبة من الخير. فالكلام الذي يقوله هذا الممثل بصراحة شيء لابد أن نتكلم فيه، لأن هذا الموضوع أصبح ظاهرة خطيرة ويدخل باب الشرك والرياء. يعني أنت لما تحب تعمل خير أو عمرة مش لازم تنزل بوست طويل عريض على وسائل التواصل تعلن فيه للناس عن ذلك الخير، وأي شيء تفعله لله فأبقه يا أخي بينك وبين الله لكي يقبله منك، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه، وأما ما كان للناس فهو للناس ولا يقبله. وإياك والشرك الأصغر الذي قال عنه النبي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. إياك أن تنسى أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم 3 نفر كانوا يراؤون الناس.